السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كده هنعمل طريقة ممبار مع بعض سهلة ولذيذة، يا رب تعجبكم ان شاء الله بإذن الله. اول حاجة كده نصلي على الرسول ونقول عليه افضل الصلاة والسلام، مننساش نحط اللايك. وكل سنة وانتم طيبين. جبت معايا هنا الممبار بتاعي، غسلته كويس جدا، اهم حاجة انك تغسليه كويس جدا، ونقعته في ليمون ودقيق وشوية ملح. بعد كده جبت بقى الخلطة بتاعته. الخلطة بتاعته عبارة عن ايه؟ جبت كده 3 بصلات حلوين، وحطيت عليهم فلفل سبايسي، برضو ضربته في الكبة كده عشان يتفرم معايا. انا فرمت البصل دوت في الكبة كده، بس انا عايزاه ايه، يتفرم معايا عشان لما اجي احشيه يتحشي معايا بكل سهولة كده. ورحت حط عليهم الفلفل، وكنت غاسلة الخضرة بتاعتي، حزمة كزبرة، حزمة شبت، حزمة بقدونس، من كل حاجة كده حزمة. وحطيت البهارات بتاعتي كله كده ني في ني. وحطيت البهارات بتاعتي عبارة عن ايه، ملح وفلفل وكمون والسبع بهارات. وبهارات بتاعتي اللي انا معتمداها، اللي هي فيها ورق لوري وحبهان مطحون و بلحة جوز الطيب اللي هو في البطرمالي الازرق اللي هناك ده كده. وحطيت الملح طبعا، وقلبت كده الكلام ده كده كله مع بعضه. الممبار يا جماعة بيتعمل ني في ني. وكنت غاسلة الرز بتاعي ده، حوالي كده كيلو ممبار بياخد كيلو رز، الكيلو بياخد كيلو بالظبط كده، والنص كيلو برضو بياخد نص كيلو. ورحت مقلبة كده الكلام ده كده كله ني في ني. طريقة الممبار يا جماعة بتتعمل ني في ني، دي من احلى وابسط الطرق للممبار، بتبقى جميلة وبالشكل ده. ودي طماطم كده مسبكة، ضربت الطماطم عادي في الخلاط ورحت مسبكاها، طبعا ما بصفهاش، وسبكتها خالص لحد ما تقلت وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه. وحطيت هنا كده شوية زيت عشان يخلي الرز معايا مفلفل. وهحشي كده ايه الممبار، وهحشي كده ايه الممبار. وده كده الشكل بتاع الممبار. ودقت طبعا الملح بتاعه. وهو الممبار غسلته برضو تاني من المية اللي احنا كنا نقعينه فيها، ورحت مصفياه، حطيته طبعا في المصفى كده يتصفى. وهحشي معاكم واحدتين كده واقول لكم على طريقه برضو الحشو، وللناس اللي لسه ما تعرفش يعني الطريقه بتاعته كده، بطريقه سهله جدا. بتحشي كده الممبار عادي، وبعد ما بتمليها بتبططيها كده عشان خاطر لما وتبططيها كده عادي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. بنخرج منها الرز اللي هو الزياده، بيبقى شكلها كده ايه زي الفيلات كده بالظبط. هحشي معاكم كام واحده، والباقي كده هحشي مع نفسي عشان كان الجو حر جدا. انتوا عارفين طبعا المطابخ اليومين دول عامله ازاي. ربنا يعيننا يا رب على الحر دوت. وكل سنه وانتوا طيبين. بالشكل ده كده هعمل بقى الباقي مع نفسي اهوت بالشكل ده كده. بعد ما حشيته طبعا هنا ميه بتغلي معايا، هاتي اكبر حله عندك كده وكوني حاطه فيها ميه. وده عباره عن بوكيه جرنيه، عباره عن طماطم وبصل وورق لوري وحبهان وجزر وشويه فلفل اسمر كده. وتخلي الكلام ده كده يغلي اكنك هتسلقي لحمه بالظبط، وتخلي الكلام ده كده كده ايه يغلي مع بعضه كده. اما الميه تغلي بالشكل ده كده تبتدي بقى ايه تسقطي الممبار بتاعك. هسقط كده الممبار بالشكل كده اللي انتوا شايفينه ده. دي كده اسهل طريقه للممبار، ولا تسبيك ولا كلام من ده، يعتبر كده ايه كله ني في ني. هي دي طريقه الممبار بتعمل عندي. ما بتسقطيه كده بصي بيتقفل كده، بيتقفل كده على بعضه. انزلي كده واحده واحده اهو بالشكل ده كده اللي انتوا شايفينه بالظبط كده.
وتوطي ايه وتستني كده يغلي غلوتين، وبعد كده توطي النار عليه كده، تهدي النار عليه شويه، وبعد كده ايه تطلعيه بقى على مصفى. هنا كان استوى معايا اهو، سلق معايا اهو الممبار اهو. بصوا مفيش حاجه كده فرقعت الحمد لله اهو، الواحده بوحدتها اهي. بتختبريه كده بشوكه اهو، وبتشوفي كده ايه اهو الرزايه. وبص الرز مستوي ازاي بالطريقه دي. وهنا كنت بسلق لحمه اهي، وهنعمل مع بعض كده شويه ملوخيه خفاف كده برضو جنب الاكل ده كده، ان شاء الله يعجبكم. حطيت هنا في شويه شوربه، وحطيت فيهم فصين توم كده كانوا مدقوقين، ورحت حاطه مكعب دجاج. وعند الكلام ده كده كله ما غلي، رحت ساقطه الملوخيه بتاعتي وقلبتها طبعا كويس. وبعد كده حطيت ايه، دي كانت رشه بيكربونات الصوديوم، حبه صغيرين كده خالص على طرف المعلقه، بتخلي الملوخيه بتاعتك كده خضره وجميله وما تسودش معاكي، بتبقى حلوه جدا. ورحت هنا كده عند ما الملوخيه اتفكت كده، وبضربها طبعا بالمضرب بتاعي كويس. هنا كده دي الطشه بتاعه الملوخيه، توم مهروس وكزبره ناشفه وسمنه ورشه فلفل اسمر كده صغيره. واستنى كده لما الطشه كده تاخد اللون الذهبي الحلو ده كده، وبعد كده هسقطها على الملوخيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وهتاكلي كده شويه ملوخيه لا يعلى عليهم بالشكل ده كده. ايوه اقلب كده الطشه عندي بس ما تاخد اللون الذهبي كده، اروح سقطها على الملوخيه. وهحمر طبعا الممبار وهنشوفه مع بعض شكله عامل ازاي. وده كده اهي بالشكل ده كده. طبعا نجيب كل كده اللي في الطاسه ده. ايوه كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، عيد مبارك عليكم باذن الله. اهو طبعا حمرت اللحمه بتاعتي، وادي شكل الممبار اهو بتاعي، وشويه ملوخيه، وادي الرز عملت جنبها شويه رز كده عشان عندي اطفال ومخلل. وده كده كان الغدا بتاعنا. اللهم لك الحمد والشكر. كل سنه وانتم طيبين، واقول لكم مع السلامه.